شكرا للموقع ديال اكسبريس، وشكرا للحضور ديال وسائل الاعلام في هذا الحدث. اليوم كتعيش مدينه الشتيده يوم ليس كسائر الايام، اقبال غريب. المجموعه ديال شرفاء هذا الوطن من شباب وامهات نساء رجال، كل شيء جانا جديده باش انه يشارك القطاع الامني او الاسد ديال رجال الامن. هذه الاحتفالات الرائعه هي بمثابه رساله الى كل متهور. فاحنا وصلنا لواحد الزمان اللي بغا بيني وبينكم ما عليا الا نقول لك ما بقاش اللعب. الحمد لله احنا كنشوفوا اجهزه ديال الاخوه ديال المحافظه على التراب الوطني لا دي اس تي اللي عندهم سيارات مضاده للرصاص، لباس ديال اجهزه مضاد للرصاص، كاميرات في اغلبيه اللوجيستيك ديال الاداره العامه للامن الوطني. وهذا نجاح بشهاده كبار مسؤولين دوليين حضروا امس احتفالات اللي كان حضرها السيد المدير العام السيد الحموشي. فكان اجواء رهيبه، ونحن نتابع الحركات ديال ابناء هذا الوطن تابعين للاداره العامه للامن الوطني. وبصراحه اليوم يعني الابواب المفتوحه للمديريه العامه للامن الوطني. اليوم كنشوفوا واحد التوافد كبير ديال المواطنين والمواطنات من جميع ربوع المملكه، وهذا اليوم ان دل انما يدل على الحب الوطيد الذي يجمع المديريه العامه للامن الوطني مع المواطنين ومع المواطنات. ايضا كنشوفوا ايضا حتى واحد التفتح اللي هو كبير، يعني اللي خلقاته المديريه العامه للامن الوطني في شخص سيد عبد اللطيف الحموشي في اطار التوعيه والتحسيس للمواطنين باهم التحديات وباهم الحداثه اللي وصلت لها اليوم المديريه العامه للامن الوطني والاجهزه والى غير ذلك، من اجل يعني خلق الامن والامان والحفاظ على الممتلكات. واليوم العناصر الامنيه ورجال عبد اللطيف الحموشي هما ناس يعني نبلاء عقلاء اوفياء لهم غيره على هذا الوطن هذا من اجل الحفاظ على الاستقرار والامن والامان ديال هذه البلاد هذا والى غير ذلك. انا ذاك ما كناش كنشوفوا يعني هذا الانفتاح وهذا الى غير ذلك اللي خلقته اليوم المديريه العامه للوطن، باش حتى المواطنين يعرفوا ما لهم وما عليهم. ايضا تلاميذ اللي كنشوفوهم جايين من جميع المدارس لا الخصوصيه ولا العموميه، اللي كيحاولوا العناصر الامنيه مشكوره انهم فهموهم شنو هو الدور ديال الامن الوطني وهذا الى غير ذلك. اليوم نقول العناصر الامنيه مشكورين من اقل رتبه الى اعلى رتبه، وشكرا لكم. السلام عليكم. جينا اليوم معرض ديال الامن الوطني في الدوره ديالو السادسه. تعرفنا على احدث التقنيات اللي كتساعد الامن الوطني، وكاين عروض تفرجنا في عروض ديال القوات الخاصه. صراحه كانت مناسبه اننا جينا اكتشفنا فرصه سعيده ان اكتشفنا تقنيات جداد. اكتشفنا كاين اجهزه حديثه. صراحه كانت مناسبه ان الدوره السادسه تنظمت في مدينه الجديده. كانت فرصه لنا اننا نزوروا هذا المعرض. السبيل الثقافيه التنمويه الاجتماعيه التي تحث على القرآن الكريم والحديث، وتوجيه الطلاب على طاعة ولاة الأمور تربية وحرصا على الأداب والأخلاق والاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحثهم دائما على طاعة ولاة الأمور، إنها هي طاعة واجبة كما قال الله عز وجل: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لأن نعمة الأمن نعمة عظيمة، لهذا جلبنا طلبتنا الانفتاح على الأمن لمراعاة الأمن والنظرة شمولية ليعرفوا الأمن. وكذلك الشباب ديالنا الطلاب شافوا واحد المناظر اللي ما كانوش كيشوفوها من الأجهزة الأمنية، مثل الدراجين ومثل شرطة الكلاب المدربة، وكذلك طائرات الدرون. الأروقة اللي هي تقنية اللي هي لوجيستيك بجميع الأبواب. وهذا الأمر بحد ذاته الحمد لله يستتب على المحافظة على الأمن والتواصل ما بين المجتمع المدني ومديرية الأمن الوطني. كذلك عدد ديال الأمور وعدد ديال
المسائل اللي كنا جاهلينها اصلا حنا في هذا الباب ديال الامن الوطني. وهذه فرصه الحمد لله اللي استفدنا من هذا الملتقى ديال الايام المفتوحه. كنشكر مديريه الامن على هذا المريض. محسن حكوشي، عامل شرطه ممتاز، عامل بشرطه الحدود. هنا كنتواجدوا بالفضاء المخصص لشرطه الحدود اللي كيضم عده واحد النقطه حدوديه مصغره اللي كتجسد المهام اللي كتطالع بها شرطه الحدود ان على مستوى المحطات البحريه الجويه او البريه. طبيعه الحال هناك بالنسبه للمديريه العامه للامن الوطني وضعت الاشارات للمنتسبين الى موظفي الشرطه مجموعه من المعدات والوسائل اللوجستيكيه باش كتساهم عليهم المراقبه والتفتيش ديال المسافرين والاجهزه ديالهم في ظروف جيده.